يا بنتي ده رمضان عشان نعمل منه الصواني والطوابق. انا ولا رمضان؟ رمضان طبعا، هو فيها كلام دي؟ كيلو لحمه واحد بس هيعمل معاكي طول رمضان لحمه مفرومه معصجه تنفع معاكي لكل الصواني ولكل الاكلات، كوسه، بتنجان، مكرونه، ولا فول صويا بقى ولا غيره. ثانيه واحده اسمحي لي بس ادوق الحلاوه دي. يا حبيبتي انا هشيل ده في الراس عليكي. لا حول ولا قوه الا بالله. حلوه قوي. علينا طعمها وقيمتها الغذائيه في البتنجان والكوسه والمكرونه. ثانيه واحده ايه في البطاطس؟ رقاق طري، رقاق ناشف، كل حاجه. من فضلك من فضلك، ده رمضان وانا من فضلك ده وده بتوعي، خدي انت دول بقى رمضان. يا نهار ابيض يا جماعه، هو في حد ياكل اللحمه المعصجه بالعيش؟ امال انا هحط ايه في المكرونه والبطاطس والبتنجان والرقاق والحاجات دي؟ ايوه انا باكلها بالعيش. تفريزات رمضان طبعا زي ما كلنا عارفين دايما بستخدم فيها كبه MG. طبعا يا جماعه انا بستخدمها بقالي سنين زي ما كلكم عارفين. اول سلاح ده بتاع فرم كل واي حاجه، تفرمي بقى لحمه، تفرمي فراخ، تفرمي خضار، وبيجي متغطي كده علشان حامي جدا، خلي بالك لا تتعوري. السلاح ده بقى بتاع الكريم شانتيه، بيخفق بيض على فكره برده، وده بينظف الممبار وبيقشر الثوم وبيقشر كمان البصل. على فكره تركيبها سهل جدا، بتحطي الجزء ده على اللي زيه في الكبه وبس كده. عايزه اقول لكم على حاجه، هي عليها ضمان 3 سنين، وكمان عاملين عرض على الكبه مع المطحنه بسعر حلو جدا بمناسبه رمضان. كل سنه وانتم طيبين. بوريكم هنا بتفرم الثوم، بصوا بيفصل القشر عن الثوم ازاي، والكريم شانتيه بيتعمل بكل سهوله وبيكون متماسك جدا ومش محتاج بضرب اصلا. والخضره كمان بتعملها ممتازه، بتكون مفرفطه كده مش بتطلع ميه ومعصوره. وطبعا بقى بتفرم كمان البقسماط، كلكم عارفين ان انا بحب اعمل كده جدا، واي حاجه تتخيليها بتفرمها بشكل حلو جدا. يلا بينا بقى اقولك ازاي تضاعفي كميه اللحمه. من كيلو لحمه بس هتعصجي لرمضان كله. انا حطيت كيلو من اللحمه، طبعا تحطي 3 4 حتت كده في كل مره. دي لحمه موزه، عايزه تحطيها كولاده، عايزه تحطيها مثلا سن، شوفي انت عايزه تحطي قطعيه لحمه ايه. انا فرمت اللحمه دلوقتي. انا بقى ايه، رجعت جبت الكبه القديمه عشان اعرفكم دي معايا بقى لها كتير جدا. الثانيه دي الجديده اللي انا كنت عامله لكم فيها اللحمه. لكل كيلو من اللحمه هحط 5 بصلات كبار. لا يا نهله ده كتير على فكره. انت كل ما زودتي البصل كل ما خليتيها معسله وطعمها جميل وزودتي قيمتها الغذائيه. انت مش بس بتزودي كميه اللحمه. طيب انا بس حابه اوريكم ان البصل بصي بينزل متخرط متقطع مش مفروم. طب انا عايزاه مفروم يا نهله، اقرصي شويه كمان وزودي الفرم شويه كمان. ده البرغل برضو لكل كيلو لحمه بياخد ايه، احنا اتفقنا 5 بصلات وكوبايه صغيره من البرغل او ما يوازي نص كوبايه من العاديه. غسلت البرغل كويس جدا جدا وبعدين نقعته في ميه لمده حوالي ربع ساعه. بعد كده تعالي اقول لك بقيه مكوناتنا وهرجع للبرغل تاني. انا قلت لك كيلو لحمه هياخد ايه، جزرتين كبار، 4 5 قرون من الفلفل الرومي على الاسكندراني ده، طماطميتين، قرن فلفل احمر كبير. انا جبت الكبه برضو بتاعت MG ورحت جايبه بقى ايه الجزرتين. شايفين كانك جايبه السكينه ومقطعاه بيرفكت. وانا دلوقتي برضو جايبه الفلفل. عايزاكي تشوفي طريقه الفرم بتاعت الفلفل. انا بدوس كده بشكل متقطع علشان انا مش عايزاه ميه قوي، انا عايزاه قطع، كاني جبت السكينه كده وقطعته. خلاص ادي بالنسبه للفلفل. ندخل بقى على الفلفل الاحمر. انا عايزه افرمه جامد فما عملتش بشكل متقطع، انا عملت بشكل متواصل علشان تبقى ناعمه كده. طب اشمعنى يا نهله؟ عشان انا دلوقتي الطماطميتين اللي قلت لك عليهم لكل كيلو مفروم هحطهم دلوقتي مع الفلفل علشان الميكس ده انا حباه كده يبقى مع بعضه. لو ما عندكيش خلاط تقدري بسهوله تعملي الطماطم في الكبه برضو بتاعت MG بالسلاح ده. انا دلوقتي زي ما انتم شايفين كده البرغل كميته تضاعفت، نص الكوبايه بقت اكتر من كوبايه. بعدين عصرته من الميه كويس جدا وحطيته برضو في كبه MG لحد ما بقى بالطريقه دي. 5 6 معالق كده من الزيت وتحطي فيها ال5 بصلات كبار او 6 كمان. وطبعا ده بصل احمر انا بحبه، عايزه تحطي ابيض حطي. اول ما البصل لونه يغير كده مع الزيت هتحطي البرغل المعصور كويس جدا جدا وتشوحي كويس لغايه ما يدوب تماما مع البصل. وبعدين تنزلي بكيلو اللحمه بتاعنا تباعا، تقعدي تشوحي كويس كده لحد ما كله لونه يغير مع بعضه. وبعد كده تنزلي بالجزر وتنزلي بالفلفل. والترتيب ده مهم جدا يا جماعه، ما تحطيش كله على بعضه، لازم تتاكدي ان كل حاجه اتشوحت الاول مع الخطوه اللي قبلها. وبعد كده اخر حاجه نزلت بالطماطم اللي كان معاها الفلفل الاحمر، شوحي كويس جدا جدا. والطعم العالي بقى تعالي عشان اقول لك ايه هو، ملح فلفل اسود. وانا كنت عامله ميكس كده من الكباب الصيني على جوز الطيب، مش عايزه تحطي جوز الطيب براحتك. وبعدين تشوحي كويس جدا كده. واخر حاجه بقى تحطي لي كده معلقتين كبار كده حلوين من السمنه البلدي وتسيبيه بقى ايه الميكس ده يتشوح كويس مع بعضه. عايزه اقول لك عمل كميه حلوه قوي، هتعمل معاكي صينيه رقاق طري وصينيه رقاق ناشف، صينيه مكرونه بالبشاميل وصينيه بطاطس باللحمه وصينيه كوسه.
انا شخصيا عامل معايا 9 اطباق. يلا بقى دلوقتي اوريكم مطحنه ام جي. انا هقول لك برده انا جربت فيها ايه، وبرده انا بستعملها كتير، مش اول مره استعمل كبه ام جي. حبيت بس اقول لك ايه التوابل اللي كانت عندي اليوم ده. وعلى فكره هو بيجي معاها غطا اكسترا تاني زياده، يعني انا شخصيا بحب واحد للسكر والحاجات الحلويات، والتاني بحبه للتوابل. بصي انا كان عندي اللومي اللي هو الليمون المجفف ده، بحب اطحنه جدا جدا، بيبقى حلو قوي مع صواني الفراخ والتتبيلات اللحمه. ودلوقتي كمان كان برده عندي ورق لوري او ورق غار، برده طحنته فيها. وكمان كان عندي زر ورد، كلكم عارفين ان انا بحب الميكسات دي جدا. حبيت اوريكي قوه المطحنه. اللومي ده على فكره ناشف وغلس، يعني اتطحن بسرعه جدا. زر الورد برده اهو زي ما انت شايفه، ما فيش يا جماعه بتدوسي دوسه ولا اتنين، بيتطحن زي ما انت شايفه بالطريقه الحلوه دي. حبيت بس اوريكي ان انت كمان لو اشتريتي الكبه مع المطحنه موجوده عندهم بسعر حلو جدا، وخدمه ما بعد البيع عندهم حلوه جدا جدا. وطبعا كلكم عارفين ان انا بقالي سنين بستخدم منتجات ام جي. بعد التصوير يا سلمى فكريني اخد منها الطبقين دول واخصم منها غدا النهارده. سوء استماع وسخريه. انت خدتي الرأي من سلمى وبقيتي كل يوم انت اول واحده بتاكلي. شايفين الظلم يا ناس؟ طبعا، وسلمى المظلومه ويسري المفجوعه، انا مش عارفه اروح فين منهم. مامي